طبيعي جدا قبل ما اي اتنين يتقابلوا في علاقه او في غيره او حتى يحبوا بعض، هل المفروض كده كل بني ادم مننا يكون عامل يعني فلتره لنفسه، مرستر نفسه انه داخل بسلام وامان نفسي؟ لانه في الغالب اللي بيبقى جاي يعني في اي علاقه بيبقى جاي ايه؟ شايل الهموم بتاعت قبل كده، بل بالعكس يعني هو خد على صدمات. لا هو خد صدمات في العلاقه اللي فاتت، جاي بقى ايه؟ يستنصح هنا بقى، يعني جاي بقى خلاص يحذر في دي. طب ما انت كنت عملت كده في اللي فاتت. صحيح. طبعا فبترد عليه لا يا حبيبي صوابعك العشرة مش زي بعض. زي ده اللي كنت هقوله. في فروق فرديه بيننا بالمناسبه، في فروق فرديه جذريه بين اللي انا بشوفه يعني ممكن يكون غلط، حضرتك ممكن تشوفه لا مش غلط قوي، غيري يشوفه صح. يعني مش دايما بلاش نحكم على بعض يعني نكون حادين قوي في التعامل، حادين قوي في الحكم على بعض. لا يعني خلينا نبقى بسطاء على قد ما نقدر، خلينا نبقى يعني ندي براح في العلاقه، يكون فيها نوع من انواع المرونه، يكون فيها حوار كمان، ولازم الحوار يكون مرن. لازم نتكلم مع بعض في كل حاجه واي حاجه، ما اكونش مزيفه ولا هو كمان يكون مزيف، نكون حقيقيين، نكون حقيقيين قدام بعض كفايه. كل حد فينا يعني مش عيب ابدا لما اطلب اقول انا حابب العلاقه يكون فيها 1 2 3 4، اكون صريحه من الاول وهو كمان يكون صريح من الاول، كل حد فينا يقول طلباته ايه، لان الحب حاجه لابد ان تشبع في اطارها القيمي والمجتمعي الصحيح اللي هو الجواز. خلينا برضو نقول ان ده لازم يكون له اسس ومعايير معينه، لازم كل حد فينا يكون عارفها كويس قوي. اولها الوازع الدين، لازم يكون في دين، لازم يكون الدين عندي قوي كمان، لازم يكون في توافق ما بينهم، في توافق فكري، توافق نفسي، توافق اجتماعي، توافق عمري كمان، توافق خلينا اقول اسري ان صح عليه التعبير اللي هو الاجتماعي، الطبقات تبقى شبه بعض عشان يبقى في بيننا وبين بعض حوار، لغه تفاهم، يبقى في تناغم في العلاقه، ما نبقاش هو في حته وانا في حته ثانيه خالص. لازم نكون متفقين على كل ده مع بعض من الاول خالص. مش عيب ابدا لما اكون خارج من العلاقه اعترف واقول انا بعاني من كذا وكذا وكذا وكذا، هي جايه تطببني، هي جايه تطببني، ده دورها، وانت كمان دورك انك انت تسمعها، واحنا الاثنين بنكمل بعض. خلينا برضو يعني يبقى في قعده قبل البدايه. بالظبط. طيب بما اننا بنتكلم عن البدايه، هل البدايه مواقف ولا مشاعر؟ الاثنين. ازاي؟ ما احيانا ما بيتجمعش بين الاثنين، بتيجي المشاعر في الاول. لان زي ما قلت لحضرتك الحب يعني اسمى المشاعر على الاطلاق، اسمى المشاعر الانسانيه. زي ما قال ماسلو كده في الهرم الاحتياجات، وعرفه وقال ان بيجي زيه زي العطش، زي الجوع، زي التنفس، مهم جدا بيجي بعدها على طول الحاجه للحب واشباع هذا الحب. بيجي زيه زي تقدير الذات، زي تحقيق الذات. لازم يكون في، لازم اشعر اني انا بحيا في حياه اسريه سليمه، فيها دفء، فيها حب، فيها نوع من انواع الود والموده بيسود والرحمه، علشان نقدر نكمل مع بعض، عشان نقدر نعيش مع بعض. حاجه لابد وان تشبع. ده في تعريفها البسيط جدا جدا يعني. فخلينا برضو نتفق مع بعض على كل كبيره وصغيره في حياتنا، نتفق ان احنا ازاي هنعيش، هنتعامل ازاي. لما ازعل مين هيصالحني؟ هستنى هي تصالحني ولا انا هصالحها، ولا مفيش فرق ما بيننا؟ لازم الحاجات دي كلها نتفق مع بعض عليها. لازم كمان نتفق في العلاقه ان احنا خلينا ما نباتش يوم واحد بس او ليله واحده وهو زعلان مني او هي زعلانه مني. لازم نحترم بعض قوي 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 في النقطه دي. خيركم من يبدا بالسلام، مش فارقه مين. صدقني لما انا هبدا، جزاء الاحسان دايما الاحسان مش الاساءه ابدا. لما ابدا بالسلام وابدا انا اجي اصالح، هو هيفتكر لي الحاجه دي، هيقول لي لا هي جات لي المره اللي فاتت وصالحتني، فهو هيشيلها لها. صدقني مفيش مانع ابدا اقول لك بحبك من غير مناسبه، يعني مفيش مانع ابدا اجيب لك هديه من غير مناسبه، مفيش مانع ابدا اقول لك تسلم ايدك على الحاجه الحلوه دي، تسلم ايدك على الاكل الجميل ده، حتى لو الاكل مش قد كده حلو. صدقني والله العظيم الحاجات دي بتفرق قوي 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 قوي. والودن دايما زي ما بقول دايما بتحب تسمع كلام طيب. فليه ليه ما نقولش لبعض كلام حلو؟ ليه ما بنقولش لبعض كلام كويس؟ ليه ما نسيبش اثر نفسي طيب ليك وليا؟ ده بيعم كمان على المجتمع.